السلام عليكم ورحمة الله متابعيني، اهلا بيكم. برجاء يا ولاد لما تشوفوا الفيديو ان انتوا تدعمونا باللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد، وان شاء الله هيبقى مكملين في مراجعة نهائية للامتحانات. النهاردة معايا important points في مادة الاي سي تي، وخلينا نبدأ على طول. دي ان شاء الله هتكون ضمن المراجعة النهائية. احنا كنا عملنا مراجعة ابريل واللي هي شاملة الجزء الثاني من المنهج، فالنهاردة هنقول الجزء الاول فيه نقط، فهنخليها كده زي النهاردة بارت 1، وهصلح العنوان برضو اللي فات ونخليه بارت 2 او المراجعة النهائية لابريل وبارت 2. اول حاجة عندنا ويليام تينر او ويليام تينير على حسب نطقنا، يعني الاسامي بتختلف شوية. and technology ده كان عبارة عن ايه الشخص ده بنقول ويليام تينير is a cultural anthropologist والتكنولوجيست and filmmaker، يعني كان شغال في الحاجات الخاصة بالثقافة الإنسانية وكمان التكنولوجيا، وصانع محتوى للأفلام. He believes the digital communication and helping people to connect with each other are important to exchange opinions and build good relationships. يعني هو كان عنده معتقد انه نقدر نستخدم التكنولوجيا علشان نساعد بيها يعني الناس وبعضهم بعض، ويتبادلوا الآراء ويبنوا علاقة جيدة ما بينهم من خلال الوسائل التكنولوجية. تاني نقطة معانا digital citizenship، دي المواطنة الرقمية. فبنقول be ethical and responsible by treating others online with respect، يعني لما نكون بنتعامل اونلاين لازم بنظهر الجانب الاخلاقي والمسؤولية واحنا ونتعامل باحترام. Stay safe online by setting strong password and choosing website you visit wisely، يعني لازم ان تحافظ على امانك بان انت تختار باسورد قوي، وخدنا ده طبعا ازاي في الترم الاول بننشئ باسورد قوي، ونختار المواقع الامنة اللي نقدر نزورها. تالت حاجة انترنت communication، التواصل عن طريق الانترنت. You can use the internet to communicate synchronously and asynchronously، يعني تقدر تتواصل بطريقة مباشرة وتقدر تتواصل برضو عن طريق الانترنت بس مش in the real time. يعني الاولاني اللي هو synchronously ده بيكون في real time او immediate time، رسالة فورية، حد قاعد قصادنا مثلا في الشات وبيرد علينا في نفس الوقت. لكن على السايكرونوسلي دي يا ولاد بتكون ان هو يرد علينا بعد وقت، زي واحد مثلا يبعت لواحد ايميل ويجي الشخص التاني ده يفتحه بقى بعدين، مش في نفس الوقت هو فتحه. طيب الفيديو شات this allow you to communicate live with one or more people. الانستونت مسجنج اللي بنختصرها بالاي ام this allow you to send message using the internet. A cell phone application is an application that run on your mobile device. Chat rooms these allow you to communicate in a group، بتسمح لك بيه ان انت تتحدث في جروب. الايميل these allow you to send and receive message it's little more formal than الاي ام، يعني دايما بنستخدم الايميل بشكل فورمال لو احنا مثلا بنكلم وزارة، بنتكلم مكتب حكومي، بنكلم مدرس بتاعنا، حد اكبر مننا، مدير في الشغل، فبنبعت ايميل وبيكون مور فورمال، على عكس الاي ام اللي دايما بنستخدمها ما بين اصحابنا او اسرتنا. نيجي بعد كده للاي سي تي تولز اند كوميونيكيشن. تو ستارت ا سكول، عشان تبدا محادثه you create a link to send to the participant، يعني انت عشان تعمل محادثة زي مثلا الولادة اللي بتستخدم برنامج الزوم، فانت ساعتها لازم بتعمل لينك كده للمشاركين معاك وهما بيدوسوا عليه وبيدخلوا معاك في المحادثة. make sure your microphone and camera are on، اتأكد لما تكون انت في محادثة كده علمية او حاجة ان الميكروفون بتاعك والكاميرا شغالين، والعكس لو انت عايزهم يبقوا مقفولين، مش عايز صورتك تظهر، يبقى تقفلهم. in a chat room you can simply type and submit your comment، انت بسهولة في الشات روم تقدر تكتب
وتعلق على اي كومنت. be polite و helpful and positive، يعني واحنا بنستخدم التكنولوجيا دي لازم نكون مؤدبين ومفيدين وايجابيين. instant messaging. instant messaging is a fun casual way to communicate، زي ما احنا لسه شارحينها ال IM. you may use phrases instead of full sentence أو emotions or even images، يعني ممكن بدل ما تكتب فيها جملة ساعات نبعت emotion كده، يعني وش بيضحك مثلا، فممكن متاح ده في ال IM. الإيميل it's common to use email in more formal situation. when writing an email be sure to use proper grammar. احنا قلنا ان الايميل ده بيبقى فورمال شوية، ولازم نتأكد كمان ان احنا كاتبين الجرامر بتاعه مظبوط. طيب online learning environment زي مثلا إدومودو allow teachers and students to communicate no matter where they are. بعد كده online learning sources زي Egyptian Knowledge Bank، ده بنك المعرفة المصري، وهو يعتبر online library في مصادر كتير للمواد اللي ممكن نستخدمها في المعرفة. فيلابي is a virtual lab، ده منصة خاصة بالتجارب، منصة تفاعلية interactive environment، يقدروا الولاد يتفاعلوا مع التجربة وتقدروا كلكم تدخلوا وتسجلوا فيها. National Geographic Kids، National Geographic يعني عاملة إصدار خاص بالأطفال في معلومات في مواضيع مختلفة. بعد كده الماب ميكر انتراكتيف، ده بيمدنا بخرايط في العالم وكمان التولز بتاعت الخريطة، واخدنا الكلام ده في الدراسات في السوشيال. طيب بعد كده conducting a digital search، ازاي بنعمل بحث رقمي. اول حاجة قبل ال conducting a digital search لازم choose your topic، هنختار الموضوع. choose the type online source، هنختار المصدر اللي احنا هنجيب منه المعلومات. prepare to evaluate the types of sources، يعني هنعمل تقييم، يعني مثلا هنشوف انهي افضل سورس نقدر ناخد منه المعلومات بتاعتنا. don't forget to cite the source information in your note، ما تنساش ان انت تذكر، وسايت هنا يا ولاد خلوا بالكم بالسي، ان احنا نذكر المصادر دي جبناها منين. unreliable sources full of opinion error and even lies، يعني المصادر الغير موثوقة بتحتمل آراء الآخرين، رأي الكاتب ماشي، بتحتمل أخطاء وبتحتمل كمان أكاذيب. reliable sources دي بقى بتكون written and verified by experts، يعني مكتوبة متراجعة بواسطة الخبراء، and well written مكتوبة كويس والجرامر بتاعها كويس. organizing and writing your report، نظم البحث بتاعك. writing an outline، واعمل تخطيط ليه قبل ما تكتبه. بكده نكون خلصت المراجعة بتاعتنا في الجزء الأول لمادة ال ICT. ما تنسوش يا ولاد تدعمونا بالاشتراك في القناة.